بيحكي عدي لقائه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبيقول: هيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله في المدينة من غير أمان ولا كتاب، وقد بلغني إنه قال: أرجو أن يجعل الله يد علي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته. فوالله وهو ماضي بي إلى البيت إذ لقته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، وأخذت تكلمه بحاجة لها، فظل معها حتى قضى حاجتها، وأنا واقف فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك. ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، فتناول وسادة من أدم محشوة ليف وألقاها إلي، وقال: اجلس على هذا. فاستحييت منه وقلت: بل أنت تجلس عليها. فقال: بل أنت. فامتثلت وجلست عليها، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض إذ لم يكن في البيت سواها، فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. ثم التفت إلي وقال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن راقسيا تدين بدين بين النصرانية والصابئة؟ قلت: بلى. فقال: ألم تكن تسير في قومك بالمرياع فتأخذ منهم ما لا يحل لك؟ فقلت: بلى. فعرفت إنه نبي مرسل. ثم قال لي: لعلك يا عدي ما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله لا يوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يجد من يأخذه. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله لا يوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. ولعلك ما يمنعك من الدخول في هذا الدين إنك ترى إن الملك والسلطان في غير المسلمين، وأين الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وإن كنوز كسرى بن هرمز قد صارت إليهم. فقلت: كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كسرى بن هرمز. قال عدي: عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. عاش سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلا وأمد الله في عمره، وعاصر الخلفاء الراشدين الأربعة والفتوحات الإسلامية في عصورهم، وانضم الجيش سيدنا علي أمام معاوية أثناء الفتنة، وكان دايما بيقول: لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة. فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت، وكنت في أول خيل أغارت على